السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الزهير. هنتكلم في موضوع يعني برضو جديد النهاردة. هو موضوع التنمر. التنمر والهزار اللي يحمل في طياته التنمر، وده انا بشوفها كتير قوي، وده يعني من الحاجات المواضيع اللي مضايقاني، لان لان الناس فاكره ان كل الهزار هزار، وان كل الكلام لازم بيتقال كلام صح، وده غلط. التنمر يعني ايه تنمر اصلا؟ التنمر اللي انت تذكر حاجه في الشخص اللي قدامك هي عيب بس انت بتذكر فيه بتضايقه. مثلا يعني واحد مثلا عنده حاجه في وشه مضايقاه، فانت تروح تقول يا عم انت شايف، انت بص الواد اللي بقه طويل ومناخيره كبيره وودنه عامله شوف يا واد كده. ان مثلا في بتهته مثلا في الكلام، فانت تقعد تعيب عليه مثلا. اي حاجه من هذا القبيل، هو ده التنمر. التنمر انت تذكر حاجه في الشخص اللي قدامك هو بيتضايق منها على سبيل الهزار والضحك بقى، واللي انت او ممكن مش على سبيل الهزار والضحك، ممكن تضايقه بيها انت تقعد تعيب عليه قدامه. ده التنمر. طيب ايه علاقته بقى؟ يعني ازاي التنمر بيحصل في الهزار؟ والهزار ازاي؟ يعني مثلا تلاقي بين الناس وبعضها كده، تلاقي يتكلموا مع بعض، يضحكوا يهزروا مع بعض، يشتموا بالاب والام، وده غلط. يقعد مثلا زي اقول لك كده، يقعدوا يتكلموا مع بعض كده بعيوب بعض، حاجات هو ممكن تضايق. يعني في واحد والله حصلت قدامي لسه قريب، فممكن في واحد اسمر ماشي وكبير، راجل كبير، والراجل التاني برضه كبير برضه، يعني هو كبير. فالمهم بيقول له قدامنا بقى كده، يقول له تعال روح يا واد يا عبد، يا اسود يا عبد. تمام. طبعا انا عايز اقول لكم، انا الموقف قاعد قسما بالله انا كنت قاعد متضايق دي، بس انا طبعا اللي قال الكلمه دي انا ما كنتش اقدر اتكلم معاه ولا اقول له ولا انصح ولا اتكلم، لان هو يعني ما اقدرش يعني، لان ما اقدرش. فالمهم انا الكلمه دي ضايقتني قوي. قال كلمتين يعني بجد في جمله واحده، يعني حاجه بجد فظيعه، اللي هو اسود يعني، وان هو عبد. يعني هو ربط ان شخص اسود كده يبقى هو عبد، والاتنين كلمتين يعني عنصريه بطريقه فظيعه، يعني عنصريه بطريقه فظيعه. طبعا انا اتضايقت، والراجل كان واخدها بهزار، يعني الراجل اللي اتقال له الكلمه دي كان واخدها بهزار، بس انا عارف ومتاكد ان هو زعلان من جواه، لان احنا كنا قاعدين وكذا واحد يعني سمع الكلمه. فطبعا طب ليه احنا مثلا نقعد نقول للناس على حاجه مثلا ممكن هو ما لهمش يد فيها، يعني هو ما لهمش يد فيها، لا بنعيبه عليه، لا الحاجات المجتمعيه دي بنطلعها على بعض. يعني مثلا هو انتشر من زمان ان مثلا ان الناس اللي هم السمر مثلا شغالين مثلا عند ناس تانيين، فطلعت عليهم اللي هم لازم يبقى كده مثلا. طب لا ربطناها، يعني ما خلاص العصر ده انتهى، لا العصر ده انتهى، لا بنعيد ده كله. طيب هذا من هذا القبيل. تاني الحاجات اللي بين الصحاب وبعضها بقى، ومش عايز اقول بين الصحاب بس، انا اللفظ ده اقوله عشان اللي يفهموني اكتر. تلاقي الاتنين بيهزروا مع بعض بيشتموا الاب والام، وده برضه جزء من التنمر وجزء من العنصريه. يعني انا كل ده اقوله في فيديو واحد، اللي هو يشتم الاب والام ويضحك ويقهقه، الاثنين يقهقوا يا ابن فلان، ويقول لك يا جدع، وانتشر قوي. يعني انا بشوفها بجد، بشوفها على الفيس بقى كده والتيك توك والمواصلات، يقول لك واحد بيشتم واحد بابوه وامه مثلا، خدت بالك؟ فبيقول له شوف، او ده بقى كده معناه انه بيحبه، يعني هو طالما شتمك بابوك وامك يبقى هو بيحبك، اما لو بيكرهك هيشتمك ازاي ولا هيعمل معاك ايه؟ ما هو كده بيحبك وبيشتمك، ويا ريت بيشتمك انت، ليك انت شخص بيشتم ابوك وامك، يعني ابوك وامك في البيت وانت ما لهمش ذنب، وانت مش عارف. يعني انا بجد لغز محيرني يعني. طيب واللي يهزر مثلا بالايد، تلاقي واحد مثلا يتنام مع بعض يروح يدب على القفا مثلا، يدب كده يهزق قدام اصحابه، يقول له كلمه تضايقه قدام الناس، يقول له ايه ويكهكه ويضحك، مين ده؟ اصل احنا بنهزر. بتضايق الكلمه دي، بتضايقني دقيقه، يعني بتضايق بتجنني. يعني انت تقعد تهين اللي قدامك، وتقعد تقل من كرامته، وتصغر قدام الناس، وده كله تحت سبيل الهزار. ما هو الهزار ده اللي جابنا ورا، والله العظيم الهزار. اي حاجه احنا عايزين نعملها واي بنجيبها في سبيل الهزار، عايزين نشتم حد نشتم في سبيل الهزار، عايزين نهين حد في الهزار، عايزين نقلل من حد بالهزار، عايزين. طب ليه يا جماعه؟ لا ما نعرفش مثلا نتكلم كده بالبق وباحترام وكل ادب؟
اطلب الحاجه من الفلان والفلان بكل ادب. لا مثلا ماشي انا لا صاحبي، لا ما تقعدش اضحك معاه وبكل ادب وبكل احترام. خلاص ما فيش اصحاب بيتعاملوا وبيهزروا مع بعض الا بالشتيمه وقله الادب وقله الكرامه. لا يعني لا قال طب انت لو عرفت كده وشفت كده يبقى انت كده كنت في وسط ناس ما تستحقش ان انت تقعد في وسطهم، لان انت تبقى زيهم. وانت لما بقى تبقى زيهم يبقى انت كده خلاص ما فرقتش عنهم، يبقى انت زيهم كده مش عايزينك يا عم. لا هل انت فاكر انت برضه لما تبقى تشتم وتبقى لسانك زفر لا مؤاخذة يعني، وتبقى عيل بقى كده الالفاظ النايه كده على لسانك والالفاظ القذره على لسانك، هل انت كده بقى راجل؟ يعني انت كده حاسس برجولتك تقول يا ابن الفلانه يا ابن يا الفاظ بقى ما ينفعش انا اقولها في الفيديو، بس احنا بنسمعها حتى كل الناس بتسمعها في الشارع، الاطفال الصغيره بتقولها، سب الدين. اما تسب يا خرابي ده كده بيقول لك ده انت كده ده انا بعشقك، ده انا لما اسيب لك الدين واشتمك ابوك وامك ومش عارف بعشقك، لما اقعد اذكر عيوب فيك بعشقك، لما مثلا اقعد اقلل منك واقعد اتكلم في ده انا كده بعشقك، ده انت كده صاحبي، ده انت كده ده انت اخويا شقي، ده احنا في الباس مش عايز اقول لفظ. الله طب لا يا جدعان لا بجد يعني. طب يا عم انا مش عايز الهزار ده، مش عايزه. وانت لو عوزت الهزار ده وعوزت اللي معاك يهزر معاك كده ما تزعلش مني، يبقى انت كده قلق كرامه، انت ما عندكش دم. لا شعورك لما تبقى في وسط ناس كده وواحد يقول لك يا ابن فلانه يا ابن علانه يا ابن كذا ويقعد يشتمك ويهزقك قدام الناس وانت تضحك وتفتح بقك ومش عارف قوي وتضحك قوي، تبقى مبسوط، تبقى مبسوط قوي. ايوه لا انت كده بقى فعلا انا كده بيحبك والله يا ابني، ولا بيحبك ولا اي حاجه، لانه لو بيحبك هيحترمك. لو اللي قدامك سواء صاحبك ولا اي حد بيحبك هيحترمك مش هيقبل عليك كلمه، ده اسمه الحب الحقيقي. لكن ان هو يقعد يشتمك ويهزك والكلام ده هو ما بيحبكش، هو كده بيظهر نفسه على حسابك، وانت بتضحك وتفتح اسنانك وايه مبسوط جدا، مبسوط جدا ان هو بقى على كتافك، يعني بيطلع على كتافك كده وبيظهر للناس ان هو الواد المسيطر، الواد اللي محدش يقدر يرد عليه، الواد اللي بيشتم ويزعق ويضرب ويعمل ويشخط وينطر وكله تحت امره، وانت مبسوط وبتقول يا عم اصل احنا بنهزر هزار، وما ينفعش هزار من غير شتيمه، ما نهزر يا عم باحترام. يا عم الصاحب اللي كده ما تصاحبوش، الصاحب اللي ما يجركش على او يشدك على الحاجه المفيده. الصلاه، انتوا بتدرسوا حاجه جديده تطوروا نفسكم في العصر اللي احنا فيه ده، لو ما اتطورتش عمرك ما هتفلح. اللي يعلم خليك تجي يقول لك يا عم تعالى نتعلم حاجه جديده، يقول لك تعالى نروح مكان جديد، يقول لك تعالى تعرف على ناس مفيده وناس جديده وناس حلوه وناس محترمه، ويقول لك تعالى نصلي، تعالى نقرا القران، تعالى نحفظ، وتعالى. ده مش صاحب. ما تفرحش بلمه الناس حواليك كده، ما تفرحش بلمه الناس حوالين واحد وتقول له يا عم هو كلهم صاحبين اهو ومفيش الا انا، يعني انا اللي هعمل فيها بقى الواد الفتك الواد الفزلوك الواد اللي مفيش مني اتنين وهطلع بره الشله. يا عم هتطلع يا عم، هو انت يوم القيامه هتتحاسب لوحدك ولا كله هتتحاسبوا مع بعض؟ في الدنيا انت لو ربنا خلقك ومعاك فلوس تفتكر هم هيحبوا لك الخير؟ ولا هاجي يغرفوا منك ويجي ياخدوا منك ويقول لك اصرف واعمل؟ ده الواحد في ومنتشر، الواحد لو معاه عربيه هتلاقي كل يوم يلا بس عايزين نطلع طلعه، مش هنطلع مش هنروح مش هنروح مصلحه. هل هو كده بعيد؟ لما تيجي مثلا تطلب منه حاجه ولا بعد كده تطلب منه حاجه يعمل لك حاجه لا يتمنع ويقدر يقول لك، لو مثلا شخص تاني غالي عنده سواء بنت ولا ذكر طلب منه حاجه هيقوم بفز على طول. انت اللي سمحت لنفسك في الاول انت تتهان، فما تستناش بعد كده ان حد يحترمك، طالما خليت اللي اصغر منك ولا هو اكبر منك ولا قدك يهينك قدام الناس ويدك قدام الشله اللي انت فرحان بيها قوي، انت بعد كده ما تجيش تعيط، ما تجيش تعيط وتقول لا انا عايز الناس تحترمني، انت اللي هزقت نفسك. وبقول لك اللي بيضحك كتير دايما هيبته بتقل، يعني كل ما ضحكك كتر كل ما هيبتك قلت. ما تضحكش كتير، فايدة الضحك يعني انت لما تقول ده احنا بنضحك وبنهزر، فايدة الضحك والهزار كل ما تهزر كتير وتضحك كتير هيبتك. المفروض الراجل الصح والرزين اللي هو يبقى جد اكتر، مش هقول لك تبقى صلب وقفل وترمي طوب، لا بس تبقى عارف انت امتى بتضحك وامتى بتتكلم جد، عارف ان ده وقت شغل وده وقت هزار، ووقت الهزار تبقى وقت هزار محترم مع ناس محترمه، الناس تقدرني واقدر ناس تحبني واحبها، مش ناس تهزقني، واخد بالك؟ فدي حاجات منتشره بجد كتير ومنتشره يعني ما بين الاثنين. يعني مثلا حتى انا لما باجي ارفض هذا الفعل او ارفض اللي انا، ناس تقول لي يا عم ده انت قفل، يا محمد انت كئيب، يا محمد ده مش عارف انت قافل على نفسك، يا عم اضحك وهزر يا عم. طيب نفسي اجي اسالهم السؤال، طيب يعني انا تضحك وهزر
انتوا ضحكوا الهزار بمفهومكم ازاي؟ والمشكله الناس اللي دي بتجي تقول لي كده، لما اجي اشوف هزاره معاها مع اصحابها اللي هم بقول عليهم، بلاهم زي ما بقول لهم كده بشتيمه وقله ادب وقله كرامه وضرب هل انا عايز كده؟ لا طبعا، ان شاء الله ما عني ما هزرت، ان شاء الله ما عني ما عندي اصحاب. انا عايز يا جماعه اقعد لوحدي طالما الهزار والصحوبيه بالطريقه دي، واخد بالك؟ طيب هل انا مت؟ يعني انا كده ميت؟ اللي في الفيديو قدامك ده كده ميت طالما ما عندوش اصحاب، ولا طالما بيهزر ولا الكلام ده؟ خالص خالص والله. لسه ما جاش الشخص الصح اللي تقدر تضحك معاه وتهزر معاه، ما جاش. ما تقعدش تبذل طاقتك وتضيع طاقتك وجهدك في حاجات هتتعبك. انت استنى ربنا يرزقك بالشخص الصح اللي يحترمك ويحترم دماغك ويحترم شخصيتك، ويجي مثلا تقول له لا انا مش عايز اضحك كده ولا اهزر كده، فيحترم كده. لكن الناس اللي تقل منك، والناس اللي تقعد تهزر، والناس اللي تقعد تتنمر عليك، واخد بالك، والناس اللي تقعد تعمل في الشارع كده، ما ينفعش. فاتمنى يعني انت دلوقتي لو حاسس ان انت في وسط ناس مش مقدرينك وبيقلوا منك كده بالطريقه دي، بالشتيمه والضرب والكلام ده، ما تكملش، لان انت هتجد بعد كده تتعب نفسيا. يا جماعه الكلام والله الكلام بيقطع في الجسم اكتر من الجرح. يعني انت لما تتجرح جرح كده كده هيخف، كده هيخف بعد يوم بعد اتنين هيخف. لكن الجرح النفسي، الاذى النفسي بياخد وقت طويل لما يخف، ولو ما تعالجش صح ولا تمت ادارته بطريقه صحيحه ممكن يتحول لمرض نفسي يدمرك. طيب ده كله يجي من الكلام اللي انت بتاخده، ما هو بتبقى عباره عن تراكمات، بتبقى عباره عن كلام ورا بعض وكده، انت دايما بيقلل ثقتك في نفسك. انت لما تلاقي كده بيحصل معاك الهزار والبايخ ده، انت ثقتك في نفسك هتقل وهتتعب نفسيا. هتقول لنفسك يا عم يعني انا عايش وحيد، يعني انا هقعد لوحدي مش هزر مع حد؟ طب ما كله بيهزر مع بعض يا محمد، وبنضحك مع بعض ونهزر مع بعض وما فيهاش حاجه يعني. اقول لك لا، اقعد لوحدك. طالما قعدتك لوحدك دي هتبقى مفيده ليك، اقعد لوحدك. لكن انت تقعد مع ناس تتعبك نفسيا وجسديا، لا، ما تقعدش معاهم. زي ما بقول لك كده، استنى الشخص اللي ربنا بعته لك اللي هيقدرك ويحترمك. فاتمنى ما كنتش طولت عليكم، وكون وجهه نظري وصلت، وكون ده خفيف عليهم، ما تزعلوش مني لو انفعلت برضو. بس يعني زي ما قلت احنا في القناه دي بنتكلم في مواضيع انا يعني شغلاني، ومواضيع انا بشوفها، فحابب اتكلم معاكم كاننا اصحاب بنتكلم وش لوش. فشكرا جزيلا، كان معاكم محمد زور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.